محمود وسارة كانوا رايحين فرح قريبهم، وبعد ربع ساعة من اللف حوالين نفسهم في نفس المكان اكتشفوا ان هم تاهوا. سارة اقترحت على محمود ان هو يتصل بحد تاني علشان يساعدهم. محمود فضل ساكت جدا، ووصلوا اخيرا للفرح وكان الجو متوتر وهو متضايق، وهي مش عارفة هو متضايق ليه. نصيحتها كان معناها ان هي بتحبه وبتهتم بيه وبتقدم له المساعدة، لكن هو اراها ان هي مش بتثق فيه ومش واثقة ان هو هيوصلهم لهناك. علشان كده ما تقدميش النصح للراجل الا لما يطلب هو منك ده وفي الوقت المناسب. لما الرسول صلى الله عليه وسلم رجع وهو خايف اول مرة نزل عليه فيها الوحي، اول حاجة عملتها السيدة خديجة رضي الله عنها انها احتوته وقالت له: كلا ابشر فوالله لا يخزيك الله ابدا. وقعدت تعدد في صفات الرسول الحسنة صلى الله عليه وسلم. الاحتواء والدعم بيساعد الراجل على التفكير الصحيح.